السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وأحسن حال. دلوقتي يا حبايبي هنعمل مع بعض الفراخ مع الخضار ده مبخر كده في الفرن، ورق الحراري ورق الزبدة. جبت هنا بطاطس قطعتها بالشكل ده، وطماطم وفلفل أحمر مع فلفل أخضر، وبصل متقطع كده، وتوم. لسه هزود هنا طماطم. الطماطم دي أنا مقشراها ومقطعاها. لسه هزود هنا شوية طماطم. وعملت معايا هنا بصل حلقات اهوت، ودي قطعة سمنة بلدي، ومعايا هنا كمون وكزبرة وملح وفلفل اسود وقرنفل ومكعب مرق دجاج ومستكة. وهجيب بقى حبهان ورق لورا. طبعا الفلفل ده حامي، عشان كده مش هحط شطة جافة. ونشوف يا حبايبي هنعمل ايه بقى مع بعض. الفرخة جاهزة اهيت، نضفتها كويس وقطعتها وعملتها اهيت وغسلتها ونقعتها وشطفتها كويس جدا وقطعتها اهيت. فتحت الصدر كده وجهزتها، وهقلب الخضار بقى واحطها في ايه، في ورق الحراري. الورق الحراري مع ورق الزبدة. ادي الورق جهزته اهو تحت ورق الزبدة. هقلب بقى الحاجة ببعضها وارصه بقى في الورق ده. وجهزنا كله مع بعض اهوت. وحطيناه في ورق الفويل مع ورق الزبدة. وندخل بقى، نلفه بقى وندخله الفرن في صينية. ونحط في الصينية كوباية مية بس، ونسيبه في الفرن بقى حوالي نص ساعة كده أو 40 دقيقة. ده الرز ده طلع معايا من الفرن يا حبايب قلبي. بس هنا العود جه مني هنا، عود الفرن، ففخدت الرز. ايه رأيكم؟ وطبعا الشمس طالعة جدا هنا، عكسة في التصوير. يا رب يعجبكم يا حبايب قلبي. حبايبي، ادي شكل الفرخة اهي. يا رب تعجبكم. وكان عندي هنا شوربة لحمة موجودة اهي، عشان هنا بحبه جنب الفراخ لازم شوربة. طبعا انا طلعتها من الورقة بقى وحطيتها هنا على الطبق كده.
طلعت بقى بالشكل الجميل ده.